السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا من جديد في القناه. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وفي صحه جيده ان شاء الله. وبغيت نشارك معكم بحلاوه بكاوكاو كتجي رائعه ولذيذه واقتصاديه وسهله التحضير، فخليكم معايا باش نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. نبداو على بركه الله. غادي نحضروا العجين. اولا غادي نحتاج كيلو قله ربع ديال الدقيق، الفورس يكون نوعيه جيده، ضفت ليه رشه ملح وكاس عنبه ديال الزبده مذوبه وجوج معالق كبار سكر سنيده. كنبسبس هاد المكونات جيدا. نضيف نصف كاس ديال الماء زهر ونعجن بالماء البارد. نضيف شويه بشويه حتى تجمع العجين، ما تقصحوهاش بزاف وما تجريوهاش، ما خاصهاش تكون جاريه لان مازال غترتاح، غادي ترخف. غادي نستمر هكذا شويه بشويه حتى تجمع العجين. صافي كيف ما كتلاحظوا العجينه هي تجمعات حتى جيت تقريبا كاس ديال الماء باش جمعتها. كنغطيها بالبلاستيك ونخليها ترتاح على ما نوجدوا الحشوه. غنحتاج الكيلو ونص ديال الكاوكاو. استعملت كاوكاو بلدي وكاوكاو رومي، حمرتهم في الفران. ممكن تفسخوا الكاوكاو وتقليوه حتى هو كيعطي مذاق زوين. درت واحد القبصه ديال المسكه الحره، معلقه كبيره ديال القرفه ومعلقه كبيره ديال الزبده، من الافضل تكون زبده حيوانيه، وكاس عنبه ديال سكر كلاصي وما زهر. انا نقصت من كميه السكر، اللي كيبغي الحلاوه بزاف يزيد سكر كلاصي. في كيلو كنديروا 250 غرام د سكر كلاصي. غادي نطحن الكاوكاو ونرجع معكم. من بعد ما طحنت الكاوكاو ديالي كيكون على هذا الشكل هذا، غير مهرمش، ما كنطحنوش 100% حتى يطلق الزيت، كيجي زوين هكذا في بحلاوه. كنضيف له الزبده والقرفه والمسكه الحره وسكر كلاصي وكنجمعو بماء الزهر. كندمج المكونات جيدا وكنضيف القليل من ماء زهر، ما تكثروش ماء زهر. وإلا حسيتوا بها باقا ناشفه ضيفوا لها واحد المعلقه اخرى ديال الزبده والقليل من ماء زهر. من بعد ما ارتاحت العجين خليتها تقريبا 45 دقيقه، ممكن تخليوها ليله كامله ما كيوقع لها والو. قطعتها لربعه ديال الكرات. انا غندير جوج طاوات، الا كنتو غديروا طاوه وحده قطعوها لجوج كرات. كنستعمل النشا باش كنورقها والزبده. كنرش طاوله العمل بالنشا وناخذ الكره الاولى كنسرحها بالمدلك، ندهنها بالزبده ونربعها التربيعه العاديه ديال المسمن. كنطويها الطيه ديال المسمن كيف ما كتشوفوا، ونفس الطريقه بالنسبه للكره الثانيه. كنستمر بنفس الكيفيه حتى كنكمل الكرات بربعه. من بعد ما كملت الكرات بربعه كنرجع للعجينه الاولى اللي ربعت، كنسرحها ونعاود نربعها للمره الثانيه، وكنستمر حتى نكملهم بربعه ونعاود نسرحهم ونعاود نربعهم للمره الثالثه. كنكرر هذه العمليه 3 ديال المرات، ونخليكم مع الفيديو فهو كيوضح الطريقه.
من بعد ما كملت التوريق ديال العجين ديالي كنرجع للعجينه الاولى، كنحاول نعطيها شكل دائري لان بغيت نديرها في صينيه دائريه باش نسرحها على شكل دائره كبيره. كنستعن بالنشا ونحاول نسرح العجين ديالي، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه بزاف. كنعبر على القياس ديال الطاوه اللي عندي. من بعد كنحطها في الطاوه، كندهن الطاوه بشويه ديال الزبده وكنحط العجين ديالي وكنحاول نقادها ونقطع عليها الجوانب. كناخذ الكاوكاو اللي صايبت معكم كنوضعه فوق العجين وكنحاول نسرحه مزيان، كنقاد ليه السطح ديالو يكون مستوي، ما تكونش جهه طالعه وجهه هابطه. من بعد كناخذ العجينه الثانيه وكنسرحها بنفس الطريقه ديال الاولى وكنوضعها فوق الكاوكاو. كناخذ كاس صغير وكنسرح به العجين ديالي باش كيجي السطح ديال البحلاوه مقاد ومستوي. من الاحسن الا عندكم مدلك صغير استعملوه. من بعد ما كملت كنجيب سكين حاد وكنقطع به البحلاوه، كنقطع من الاسفل. انا كنعلم عاد كنقطع باش كتجيني مقاده، ونخليكم مع الفيديو فهو غيوضح لكم الطريقه ديال التقطيع. من بعد ما كملت التقطيع خديت العجينه اللي نقصت من الجوانب. انا نسيت ما نقصتش العجينه من الاول، خديت غير العجينه اللي قطعت من الجوانب في الصينيه هي اللي زينت بها. درت وريضات وسط كل بحلاوه وحطيت في وسط كل ورده كاوكاوه، كنضغط عليها مزيان باش كتلصق ليا الورده. ومن بعد خديت الصينيه دهنتها مزيان بالزبده وكندخلها الفرن ساخن على درجه 160. النار تحت منها حتى كيبانوا ليا الجناب بداو كيتحمروا، عاد كنشعل عليها النار من الفوق كيتذهب اللون ديالها وكيتحمر وكنخرجها. كندوز العجينه اللي بقات لي انا درتها في طاوه طويله كيف ما كتشوفوا. استمريت بنفس الطريقه. هنا دهنت بالبيض، الصينيه الاولى نسيت ما دهنتهاش بالبيض، ولكن واخا داكشي ما تحلاتش العجين بقات كيف ما هي. المهم الا خفتوا تحل لكم تفرق لكم العجينه على الكاوكاو دهنوا بالبيض. استمريت بنفس الطريقه حتى كملت.
من بعد ما طابت البحلاوه ديالي كتجي على هذا الشكل، كيجي لونها مذهب. كناخذ العسل وهي سخونه كنسقيها بالعسل مزيان وكنخليها تبات ليله كامله في العسل، ما كنحيدهاش من الطاوه، كنخليها كتبات في داك العسل باش تشربوا مزيان. ضروري تكون بحلاوه سخونه، اولا الا بردت بحلاوه سخنوا العسل. كنعاود نقطعها بالسكين باش كيدخل لها العسل في الجوانب باش تشرب مزيان. وهذا هو شكلها النهائي من بعد ما بات ليله كامله في العسل. كتجي رائعه ولذيذه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه، اللي مازال ما اشتركش ويضغط على الجرس باش توصلوا بكل جديد، وما تبخلوش عليا بلايك وبارطاج مع الاصدقاء والاهل. وكنشكركم على المشاهده، ومع السلامه الى فيديو لاحق ان شاء الله.